استدى فام ويحلى الكلام الدورة الأولى لمختبر الصورة نظمناها لأول مرة في أيام 5 6 7 و8 و9 فيفري بالمركز الثقافي من أجل توحيد الفضاء، وخاصة اخترنا العطلة بالنسبة للتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي والأساتذة، ونعرفوا أن الفترة هذه معناها تسبق الامتحانات الثلاثي الثاني. الفكرة بسيطة في حد ذاتها، معناها المختبر أنه التلميذ ينجم يفهم أكثر الصورة الفوتوغرافية أو الفيديو وقت يمارس الصورة، أي بالآلة، آلة التصوير الشمسي أو آلة الكاميرا. والزاد المعرفي هذاك ضروري، ولكن ما نجموش نثقلوا على تلامذتنا وخاصة حتى الطلبة الخطب النظرية والمقدمات المطولة، وخاصة أنه الشاب ما عادش يحب يقعد في قاعة، هو في وسط العام في قسم ما نجمش يقبل. دونك الفكره هو انه يدخلوا في قاعه، ينظموا رواحهم، ينظموا العمل نتاعهم ما يسمى بالبلانينغ، ويخرجوا لبرا باش يصوروا، يهبطوا المدينه العتيقه، يهبطوا البرد، ياخذوا محور ويصوروا، وتصور هذوك الكل باش نجمعوهم ونخرجوهم يوم الاختتام اللي شكون يوم 9 ان شاء الله. الناس يجيوا بكثره باش يحضروا الاختتام الدوره الاولى. والانتاج في الورشات كالاتي: عندنا ورشات التصوير الشمسي للمبتدئين وحتى كهول وشباب من 15 17 سنه، فما لبعض التلاميذ اللي هم عندهم خبره في الصوره الفوتوغرافيه. عندنا كيف نسرد قصة بالصورة، أي مع ستار بن غديفة باش يكون نجم نقولوا كتابة للتعبير بالصورة، لأنه سيناريو ما عنده معنى، كان باش يجسم من الفكرة، من الاقتباس، من حاجة نمشيو لكتابة السيناريو، بعد نمشيو للتصوير باش ننتجوا فيلم. فما ورشات زاد فيما يخص الصور المتحركة، صنع شريط قصير ان شاء الله يوصلوا باش يقدموا لنا حتى نقولوا لقطات دي سيكونس من فيديو حاضرين للصور المتحركة. شخصيا كنت مع الأطفال في تعليمهم في اللغة السينمائية، أي التحليل السينمائي عبر تعريف بالصوره ودلالاتها، اي حجم الصور، لا جروسور دو بلان، كيفاش نفهموا دلاله اللقطه بالاعتماد على اللغه السينمائيه. ثم في العشرة كل صباح كانوا عندهم شريط من نوع الصور المتحركه يناسب العمر نتاعهم، وفي المساء قلنا ما نثقلوش عليهم المعرفه وربما التحليل السينمائي. عملنا ورشه طريفه انه نعطيهم فكره الحركه في السينما. كما نعرفوا الصوره هي ثابته، ولكن كي تولي 24 صوره في الثانيه تولي متحركه، يولي سينما. هذاك الآلة الزوتروب هي اللي تعطي للصغير معناه يحس ما معنى الحركة. شخصية تقدم لأنه سقيها موضوعة في أماكن مختلفة في 12 صورة، كيف الصغير يدور الصحن هذاك أو ما يسمى معناه الزوتروب، يرى من الثقب، يرى الحركة. لازم من الصغرى يتعلم ما معنى الحركة في السينما. وفي جو انتم جيتوا باش تقوموا بالعمل نتاعكم، شفتوا الصغار، شفتوهم قاعدين ينشطوا في الورشة هذه. الكبار فما اللي خرج مشى للمدينة، فما اللي قاعد يخدم هنا في الفضاء هذه. عملنا حاجة طريفة زادة ربما نجموا نأكدوا عليها، هي ورشة يومية، جورنال بالصورة، بالصور، معناها فوتو، جورنال فوتو، معناها
بالابيض والاسود على ورقه كبيره الحجم، معناها اتروا، ما يسمى بالاتروا. نخرجوا ما فما من فعاليات صارت في اليوم هذاك، وحضرتوا انتم على العدد النسخه الاولى من متاع البارحه فيما يخص اليوميه بالصور. ومعني نتصور انه الفكره تمت. ربما توا باش نتعرضوا الى صعوبات من نوع الصعوبات انه الامكانيات راهي محدوده، ولكن احنا نقولوا الفلوس ماهيش هامه، ولكن بالفلوس نجموا نجسموا افكار هامه. هو انه معناها مانيش مركزين على قوه المال، ولا ركزنا على طبع اولا مطويه ما يسمى بالديبليان 2000 نسخه، معناها باش حاولنا باش نمسوا معناها اكثر عدد ممكن، الى جانب الطبع العادي على الورق العادي ملون. وعملنا دعوات للاطفال، وحاولنا زاده باش نوفروا لهم ما يسمى باش قدام المركز الثقافي يظل ريتوا، معناها نحبوا نعطيو صدى لهذا الحدث. الدعوات باش يحضروا الناس، وهنا زاده نقولوا باش نحضروا رواحنا للاختتام، لانه في الاختتام ديما يكون مميز فيه. اولا عرض انتاجات الورشات، ثم باش وليدات قاعدين يحضروا في ازياء تنكريه ولباس تقليدي، ثم باش يكون العنصر الهام هو توزيع الشهادات، وعرض شريط بعنوان امرأة ونصف لكمال العريضي اللي نعتذر ما نجمش يجي، ولكن هدانا الفيلم مجانا. وشريط شيراز بوزيدي اللي باش تكون حاضره، ومن انتاج عماد الاسود. وهذا زاد نشكرهم على الحضور هذا ومعناها قبولهم الدعوه، لانه ما نجموا نعملوا سينما الا من نشاهدوا السينما، ولكن كيف يكون المشاهده لافلام تونسيه يكون معناها وصلنا للغايه نتاعنا. خاطر الشباب تاع توا بالانترنت باليوتيوب معناها بالتويتر الكل قاعدين يشوفوا في حاجات ويسمعوا على اخبار، معناها ما شاء الله من تخمه من الصور، ولكن احنا نحبوا نعطيهم الصوره اللي ينتجها 100% تونسي او تونسيه محترف. فما جماليه، فما معناها كاميرا، معناها اتش دي كما نقولوا، خدمه معناها مستوى حرفي، ولكن ناس معناها ما همش ماشيين في السينما التجاريه. السينما التونسيه ما تنجمش تكون تجاريه، لازمها تكون سينما مؤلف فيلم دوتور، ولكن يحاول باش يرفع من مستوى المعرفي والثقافه السينمائيه لنوصلوا للحاجه اللي نحبوا عليها، انه نعوضوا الكلام نتاع هذا فيلم كعبلاء وطياره مش نورمال، باش نعوضوه باللغه السينمائيه المستقيمه، اي تحليل سينمائي. وهنا نذكر في الاخير انه راهو نحو سينمائي، جرامير سينماتوغرافي، لابد انه صغير من 3 سنين تعلموا ما معنى الصوره، وكيفاش تتركب الصوره، وكيفاش تقع انتاجها. واليوم الفت نظرهم على خطوره اللقطات العنيفه كيفاش تم تصويرها باش ما يتبعش الصغير الشيء اللي راه فيه في التلفزه، ربما يتكون له خطوره حتى في على جسمه، على حياته، على لازم يفهم انه السينما في الاخير هو نجم نقولوا يعطيك وهم بالواقع، وهم بالحياة. لكن الحياة حياة والسينما سينما، ولكن السينما حاجة جميلة جدا. لازم نشوفوا افلام، ولكن لازمنا زاد نعيشوا في مجتمعنا، في واقعنا، بامكانياتنا، في وسط عائلي نتاعنا، في حومتنا، في تونس نتاعنا. ما نبداوش نحلموا بالشيء اللي توا يوريهونا السينما، خاصه عبر الالعاب هذوما اللي ما نقولكش تمثل خطوره، ولكن فيها جماليه وحرفه كبيره نتاع العاب ما يسمى لي جو فيديو، هذوما العاب الفيديو. معناها شيء يدوخ معناها من ناحيه الجماليه وواقعيه المناظر، وكل الشعر ولا يتحرك الوجه والملامح معناها كانه شخصيه، ولكن ربما نشوفوا شنو اللي يحمل من افكار، من قيم. هذا احنا نحبوا كما نقولوا نلقحوا تلامذتنا
وصغارنا خاصة لازم عملية التلقيح كالفاكسان هذاك هو التحليل السينمائي والتثقيف السينمائي. نتصور انه معناها هذه معناها عنصر، ولكن احنا باش نواصلوا وان شاء الله تكونوا معنا في شهر افريل ولا ماي. حول متحف سوسه اللي يستحق معناها تعريف وانشاد به وخاصه الدعايه به، باش في داخل المتحف باش نعملوا ورشات منها صنع الاقنعه بالزبس، صنع الفسيفساء، ومعها كالعاده تصوير سينمائي بالآلة التقاط الرقمية بالفيديو، وربما باش نخرجوا لتصوير ربما بعض أشرطة وثائقية على تراثنا، وباش نوصلوا بشوي بشوي انه نحبوا اطفالنا باش يمشيوا للمتحف باش يزوروا المعالم. عندنا معالم في سوسه هما جديرين بالمعرفه، بحيث انا في الختام نقول انه لابد انه نواصلوا عمل، وانه المهرجان ما يكون كان محطه، ما نجمش يكون هدف في نفسه، انه نواصلوا في الاسابيع القادمه في الاشهر القادمه. وانا امنيتي انه نواصلوا حتى في الصيف، كان نلقاو فضاء مكيف. انا مستعد معناها حتى مجانا، معناها ما عنديش كما العاده نخدم ديما النشاط الثقافي مجانا. انا مستعد باش نواصل الورشات هذه حتى في الصائفه، اللي الطالب يكون متواجد اكثر، التلميذ ينجم يشارك اكثر، لانه ما عادش فما امتحانات، فما مشكل غصرك الكبيره على الاعداد والامتحانات. وهذا هو المعقول، انه السينما ما يقفش على 10 اشهر ولا على السنه الدراسيه او الجامعيه، لابد ان نقمحوا فيها. احنا وصلنا عملنا نشاط سينمائي في رمضان، في الليالي رمضان عملنا ما يسمى بشاشات رمضانيه. وهنا نقول لكم عندكم موعد قريبا مع مهرجان سوسه الدولي لفيلم الطفوله والشباب. ربما المهرجان هذا باش يكون معناها هو المصب اللي باش بدينا احنا في الدورة هذه نحضروا نهيئوا في الجو باش الناس الكل تحضر في هذا المهرجان، اللي هو من اكبر المهرجانات، من ال5 مهرجانات الكبرى اللي عندنا في تونس. لابد ان ندعموه انتم كصحفيين، لابد ان تقفوا الجانب التظاهرات هذه وتعرفوا بها، ولا شكر على واجب. معناها انتم تعملوا في واجبكم، احنا نعملوا في واجبنا، مرحبا. والناس الكل معناها تخدم الثقافة. احنا كنا في خدمة الثقافة، لا خدمة اشخاص او برامج او حاجة، احنا نخدموا الثقافة اللي هي تهز من سأن التونسي، اللي معروف في العالم كامل الإنسان التونسي والتونسية ناس مثقفة. هذا هو الغاية منه. استدى فام ويحلى الكلام.